هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قررنا ان احنا ننزل فقرة جديدة على القناة وهي اسمها فقرة نصيحة على المشي او خد نصيحة على المشي. حلو. دي بتتكلم عن ايه او الجزء ده هيبقى او البلاي ليست دي هتبقى بتتكلم عن ايه او الفيديوز اللي جواها بتتكلم عن ايه؟ دي هتبقى بتتكلم ان اغلب الفيديوهات اللي هتبقى متصورة ومحطوطة جوه البلاي ليست دي ان هي هتبقى يدوب انا طلعت قلت نصيحة على الماشي او حاجة بسرعة كنت عايزة اقولها لكم مثلا، ومفيش وقت ان انا اقولها في فيديو كامل او ان انا احطها في فيديو مع فيديو متصور اقولها فيه. فهنبقى عاملين لها فيديو لوحده ونازل لوحده ومحطوط جوه البلاي ليست دي. البلاي ليست نفسها هتبقى باسم خد نصيحة على المشي. اول نصيحة معانا النهاردة هو ان ليه الحمام كريم الشعر ما بيمتصهوش، او ليه انا بحطه بس شعري ما بيستفادش من حمام الكريم. ليه؟ طيب مبدئيا كده انا عشان استخدم حمام كريم على شعري وشعري يستفاد منه لازم احط حمام الكريم على شعر مندي مش مبلول. انت دلوقتي اخدتي الشاور وانا شعري طبعا بيكون مبلول جدا، ولو عملته كده بينزل ميه. غلط ان انت تحطي حمام الكريم وهو بينزل ميه كده. لازم لا اما تنشفيه بحاجه قطن بحيث ان هو يمتص الميه، لا اما تعصري شعرك كويس. ولو هتعصري شعرك لازم تكوني واخده بالك ان انت بتعصري شعرك مش بتشدي وتنحلي في شعرك، عشان انا بشوف ناس بتعصر كده اهو. لا، انت بتعصري بحاجه خفيفه خالص، بس بتطبطبي كده على شعرك ان الميه تنزل منه، او تستني مثلا 5 ولا حاجه يكون اتصفى من الميه وتبداي ان انت تحطي حمام الكريم على شعرك عشان الشعر يستفيد بيه. طول ما انت بتحطيه على الميه انت كده اول لما تحطي حمام الكريم وجيتي عصرت شعرك فهو الميه نزلت بحمام الكريم فشعرك ما استفادش اي ادنى حاجه. فاكيد انا هحط حمام الكريم عشان شعري يستفيد بيه مش عشان الميه تاخده وتنزل. فلا اما هتطبطبي شعرك كويس جدا وتبداي تحطي بعدها حمام الكريم، لا اما هتستني 5 الشعر يبقى اتصفى من الميه وتحطي عليه حمام الكريم. وحمام الكريم لازم يكون على شعر مندي مش على شعر ناشف عشان شعرك يستفيد منه. وحاجه كمان، حمام الكريم ما بيتحطش في فروة الدماغ. حمام الكريم ما بيتحطش في فروة الدماغ. حمام الكريم بيتحط من اول الشعر، سواء عايز تاخدي اول الشعر مثلا من اول هنا او عايز تاخدي نص الشعر براحتك. بس اهم حاجة حمام الكريم يبقى على الشعر مش في الفروة بتاعة الدماغ. واهم حاجة ان انت ما تبقيش مركزة على فروة الدماغ. انا لو عايزة ارطب الشعر ده وايدي كده وهي فيها تخطيف حمام كريم بعد ما حطيته على شعري نفسه، مشطي شعرك كده لفوق وحطي حمام الكريم، بس ما تركزيش بشكل جامد على الفروة.